لو معاك 300 يبقى لازم تعمل الحاجات دي في بورسعيد. بعد ما عديت المعديه واكلت طيور النورس يبقى ده وقت تاكل فيه السمك يا معلم. هتخش على سوق السمك هتلاقي الاشكال السمك وانواعها كتير جدا، وكله بيبقى سمك طازه ولسه طالع من البحر دلوقتي حالا. اللي يعرف اسم السمكه دي يكتب لي في التعليقات. لف ده اللي بيضحك يا برنس. كده عايز كده يضحك كده يعيط. ماشي. ده الجمبري الازاز اللي بيكسر الازاز، بيشغل الجهاز، اللي بيكسر الازاز ده معلم يا صلاة النبي. وده البربوني اللي بيحمر الخدود وبيفتح البشره، هو ده معلم. وده الدنيس اللي بيجيب العريس وبيجوز العروسه. وحياة النبي وحياة النبي يا صلاة النبي، كل سبيت ولع في البيت وحمر في الزيت. او حياة النبي البربوني اللي بيحمر الخدود يا معلم يا صلاة النبي. قول له يا باشا، قول له المكرونه اهي اللي بتدعي الكورونا، والنبي بتدعي الكورونا اهي يا صلاة النبي. المكرونه اللي بتدعي الكورونا يا معلم. قول له يا معلم، قول له الدراج، قول له الدراج يا باشا، قول له الكابوريا كسر النابوليا اللي بتدغدغ النابوليا، هي دي اللي بتقلب الدنيا على السرير. بعد ما اقتنعنا بالسمك بتاعنا جبناه ورحنا نسويه في المكان. وده بقى شكل الترابيزه بتاعتنا بعد ما جالنا الاكل واستوى. انزل يا معلم بالجمبري البتر فلاي وشويه الصبيط الجامدين وبلح البحر اللي ما يقولش. وكمان كان في جندوفلي وسمك يا معلم، وكمان سمك سنجاري بطاريخ. وتعالى اوريك شوربه السي فود اللي مليانه بهاريز. هتمسك الصبيطايه وتنزل في الطحينايه يا معلم، ويلا نجرب ونقول بسم الله. من زمان وانا نفسي اشوف بلح البحر ده جواه. وكمان جمبري بتر فلاي. كنت عايز اقول لك ان عايز اخد لغايه اسكندريه جري، قلت ما ينفعش اخلص اليوم غير لما اعدي على جلال ونحبس من عنده. بعد كده نطلع على سلسبيله الجديد ونحبس من عنده الكساده. وانا بس كنت جاي اقول لك